هذا البناء اللي فيه العلاقة بين المملكة والقارة، على اعتبار أننا نحن جزء من القارة، والعودة ديال المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي كانت مسألة طبيعية. والأصل هو أنه التواجد داخل هذا المنطقة. المغرب اليوم في توجهاته الكبرى حسب ما جاء في الخطابات السامية، وكذلك في التوجهات الحكومية، البرنامج الحكومي، وأنه التوجه نحو الجنوب هذه مسألة محسوم فيها. ولا سائلنا المنطق سوف نقول هناك علاقات تاريخية مع دول أوروبا، خاصة فرنسا وإسبانيا، باعتبار أنها كانت مستعمرة وكان عندها الحماية ديال المملكة. هذه العلاقات اليوم مع الحفاظ عليها، الذكاء المغربي يدفعنا إلى البحث عن تنويع العلاقة. هذا التنويع ديال العلاقة هو اللي فيه القيمة المضافة التي نطمح إليها من أجل التنمية التي نريدها. المغرب كان طالبا بالانخراط في مجموعة ديال لاسيديان واحد 4 سنوات أو 5 سنوات. هي مجموعة ديال الدول ديال إفريقيا التي تتكلم الفرنسية وعندنا علاقات معها. وكنت أمثل البرلمان المغربي بصفتي نائبا للرئيس في مجموعة من المحطات داخل البرلمان ديال لاسيديان. وفي سؤال كان يطرح عن النجاح ديالنا في العمل ديال الانخراط. أنا جوابي لي كان واضحا: نحن ننتمي إلى هذا التجمع، ماشي في الواقع ولكن في العلاقة، لأنه مع هذا التجمع المغرب عنده علاقات تجارية قوية، علاقات مؤسساتية قوية، علاقات تاريخية وثقافية قوية. هناك تبادل. نحن لما نتكلموا داخل هذا الحرم مجموعة من الطلبة كيقراو في السنغال، في كوت ديفوار، وكذلك مجموعة من الطلبة الأفارقة كاينين في الحرم، ومجموعة من القياديين ورؤساء الدول الإفريقية قراو في المغرب في القنيطرة وكيعرفوا الأحياء، وهما أكثر منا كيقلبوا على العلاقة ديك لي فيدغوتو، كيقلبوا عليه أكثر منا، يجب استثمار هذا الملف بالطريقة اللائقة. وجميع الأفارقة لما يتكلمون عن المغرب فكلامهم يكون إيجابيا، على اعتبار أن المغرب خطى خطوات كبيرة في الديمقراطية، خطى خطوات كبيرة في تقوية المؤسسات، خطوات وجرأة قوية في الخروج بمقاولات من المغرب نحو إفريقيا، مقاولات اللي عندها الطابع المالي أبناك اللي هي موجودة اليوم، مقاولات في البناء، في البنيات التحتية والفوقية. كاين واحد الامتداد ديال المواد المصنعة في المغرب في الأسواق الإفريقية. إذن المغرب ليس غريبا على إفريقيا، المغرب حاضر. اللي بقى اليوم هو لا فورماليزاسيون، وهذا ماشي غير العمل اللي خص تقوم به الدولة. صاحب الجلالة دار العمل ديالو، وانت
عاقل مجموعة من الدول وعنده علاقات شخصية مع مجموعة من الرؤساء، وكاين علاقات دولة المملكة المغربية مع دول أخرى، ولكن خص جميع المؤسسات تقوم بنفس العمل اللي موكولة على الدبلوماسية الموازية، ولا يمنع أحد من مزاولة هذه المهمة. كيف أن القضية الوطنية لم تعد احتكارا على جهتين، قال سيدنا في الخطاب ديالو قال كل مغربي كيدافع على القضية الوطنية، وكل مغربي كيدافع كذلك على التواجد والتموقع ديال بلادو في المحيط ديالو الخارجي، خاصة منه الإفريقي. احنا كجهات ومتكلما باسم جمعية الجهات، يعني باسم الزملاء ديالي، احنا اليوم حنا نفس التوجه، احنا في نقاش مع مجموعة من السفراء الأفارقة، ومتى أتيحت لنا الفرصة نخاطبهم ونقول لهم أننا منفتحون على بلدانكم في عقد مجموعة من اتفاقيات شراكة في مجموعة من المجالات وتبادل التجارب. الجهة ديال الرباط اليوم كتمول واحد مشروع ديال التكوين المستمر عند الجاره الموريتانيه، وهناك اليوم نحن بصدد بلورة اتفاقية شراكة كذلك مع كينيا العاصمة. الزملاء ديالنا داخل الجهات كذلك يشتغلون على نفس التنوع ديال البلد ديالنا داخل القارة الإفريقية، يبنى على المصالح المتبادلة. لأنه اليوم إذا قوينا العلاقات التجارية ديالنا الاقتصادية الثقافية سوف يسهل الأمر على الدولة من أجل بناء تقارب استراتيجي، ولكن خص البداية كنا نحن مسؤولين عليها. ومن هذه الزاوية كنتأكد على أنه لي تينك تانك المؤسسات اللي كذلك اليوم احنا حاضرين معها كيهيئوا الأرضية ولا ريفلكسي كيهيئوها من أجل بناء تلك الجسور، والعمل ديالهم فهو عمل مهم جدا ويعتمد عليه. مثال صغير، مثلا ملي كنا بغينا نعاودوا قانون المالية، إعادة قانون التنظيمي للقانون المالية، تخدات الورقة اللي هيئتها واحد المؤسسة كاينة في السلام، هي كانت ورقة التي اعتمد عليها، ما نقولش الاسم ديالها نكلموا، ولكن على أي حال هي ورقة اعتمدت الحكومة في بناء القانون التنظيمي. وكذلك العمل اللي كيقوم به مثلا تقوم به مؤسسة فكر أو المعهد اللي بغيتو تعطيو العلاقة ديالو، أولا غادي هي أوراق لفائدة المؤسسات من أجل اعتمادها، وهنا كيكون ذكاء إيجابي كيدفع بنا أنه نفتحوا هذاك الباب ونزكيو الوضع ديالنا داخل إفريقيا. كذلك من الإيجابيات ديال السياسات التي نهجت بالمملكة المغربية في اتجاه إفريقيا هو تثبيت المواطن الإفريقي في بلده عبر ماذا؟ عبر الاستثمار. وراها نذكر بعض السياسة المغربية في مجموعة من المحافل نوه بالسياسة المغربية، لأنه لما نقوم باستثمار في البلدان الإفريقية فنحن نخلق فرص شغل هنا ونساهموا في التنمية، ويتم تثبيت المواطن الإفريقي باش ما كتكونش ديك الهجرة نحو الشمال. وهذا العمل قامت به المملكة المغربية بنجاح، يمكن حنا المغاربة ما عارفينش قيمته، ولكن الأوروبيين عارفين قيمته. الهجرة المهاجرون الأفارقة داخل الوطن يتمتعون بحقوق في التغطية الصحية، في المواكبة ديالهم، في تهيئ ديك الأوراق ديالهم الرسمية من أجل العيش داخل المغرب. هذا نموذج ولو أنه في بدايته، لكن
فكرة سليمة والعناية واضحة بالنسبة للمواطن الإفريقي داخل المغرب. المغرب يقوم بمجهودات جبارة اليوم. حنا الدور ديالنا اليوم هو ابتكار أساليب جديدة، أفكار جديدة من أجل رفع من الوتيرة ديال التقارب وديال التوقع ديالنا داخل المغرب. صحيح هناك أعداء الوطن، كاين أعداء اللي باغيين الاحتكار ديال القرار، ولكن اليوم المغرب له حظوته وله كلمته داخل المحفل الإفريقي. يجب أن نشتغل جميعا أظن مفكرين مقاولين سياسيين، كل من زاويته، من أجل النجاح، لأن هناك منافسة. لو ليدرشيب افريكان كلشي كيقلب عليه، قلب على الجزائر، جنوب افريقيا، قلب عليه كذلك المغرب، كل واحد كيخدم على راسو. غير هذا التنويع ديال الاسلوب والمساهمه الجماعيه غتعطينا واحد الدفعه قويه. البارح كانت في مجلس المستشارين، كان واحد الدورة السادسة حول العدالة الاجتماعية. الدورة السادسة اللي حضر فيها مجموعة من القياديين داخل المحفل الإفريقي، ساهموا. كانت وسائل الإعلام راها واكبة العملية، وأنها تكون في الدورة السادسة ديالها برعاية سامية له دلالاته وله قيمته. يعني البرلمان يقوم بدوره، والجامعة والمفكرون والذين هما سبقهم بالعمل ديالهم، والجهة جهة الرباط القميطرة وجمعية الجهات سوف تكون مواكبة لهذا العمل. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. العفو، نظرا لالتزامات السيد رئيس جهة الرباط القميطرة السيد رشيد العبدي، سيتكفل الأستاذ زميل محمد درويش بإعطائه درع اللقاء التذكاري قبل أن نوزع الأدوار الأخرى فيما بعد. فليتفضل السيد رئيس الجهة مشكور. الصورة ديالك فريقنا على عاتق. السيدات والسادة، عذرا عن التأخير، أخبركم بأن مجموعة من رغبوا في حضور الندوة جاو الناس وبقاو القاعة صغيرة ضيقة، وكورونا ما زالت تخيف الناس فغادروا القاعة. لذلك خدينا هذا القرار ديال المدرج. واحد جوج، أنتم مدعوون جميعا لحفل شاي غنديرو جد، غنديروه بعد المداخلات. وأخبركم بأننا كنا متآمرين، تأمرنا لا عليكم ولا على الحاضرين، تأمرنا تأمر إيجابي من أجل الوطن. وأخبركم كذلك، لذلك لا أرجو ألا يغادر أحدكم القاعة إلا من كان مضطرا، لأننا غيكون عندنا تكريم ديال واحد الشخص والله هو معرفة وعزيز عليكم، لذلك خليكم حتى نشاركوا الطعام. الكلمة في بداية الجلسة. الترتيب كان خصني الكلمة ياخذها السواء الجوج هو الأول، ما عرفتش هو واش ياخذها الأول ولا الثاني ولا الثالث، فهموا غادي يفتوا.
باغي تفهموش السوائي. مرحبا السوائي مجلول. السوائي مجلول هو صديق وعزيز، هو أخ لكل الناس، رئيس جامعة محمد الخامس قبلا لمدة ولايتين، ومحبوب عند الناس. السيد رئيس جهة الرباط سنة القميطرة، السيد رئيس مجلس إقدال الرياض، السيد رئيس مؤسسة فكر، السيد المدير العزيز للمكتبة الوطنية، زملائي الأعزاء، الحضور الكريم، شكرا لمؤسسة فكر على الدعوة الكريمة. إنه لشرف كبير لي أن أتبادل معكم الأفكار حول موضوع يهمنا جميعا، وهو المتعلق بعلاقات المغرب مع جيرانه في إفريقيا، وذلك في هذا السرح العلمي المغربي الكبير. علاقات المغرب مع إفريقيا تضرب في عمق تاريخ القارة، وفي حضرة مؤرخين مرموقين معنا اليوم سأكتفي أنا خلال عرضي هذا بتناول بعض جوانب العلاقات المعاصرة للمغرب مع قارته، وكيف أن هذه العلاقات تملي علينا إنشاء مؤسسات بحثية لدعمها ودراستها. ثم سأتعرض بعجالة للمراكز الموجودة في المنطقة سواء في إفريقيا أو في القارات الأخرى، وفي النهاية سنتحدث في الختام عن ما نطمح إليه في المغرب كمؤسسة متخصصة في هذا المجال. لقد تمنى المغرب عبر القرون وبصفة مسترسلة انتمائه الإفريقي، كما يشهد على ذلك التاريخ الطويل المشترك والحضور المغربي الثقافي والحضاري الوازن جنوب الصحراء عبر قرون. لذلك فإن ما يسمى بالانفتاح المغربي الحالي على جنوب القارة ليس بظاهرة جديدة، بل يمثل امتدادا طبيعيا واستراتيجيا ومتبصرا وتأكيدا لما كانت تتسم به دوما هذه العلاقات من تبادلات عائلية وثقافية وعقائدية وسياسية واقتصادية واستراتيجية. كما لا يجب أن ننسى ما قدمه المغرب من دعم معنوي ومادي لحركات تحرير الدول الإفريقية الأخرى، وذلك حتى قبل أن ينال استقلاله. وقد وصل هذا الدعم إلى أقصى ربوع القارة، حيث استفادت منه دولا كأنغولا وجنوب إفريقيا. كما يجب الإشارة إلى الدور الفاعل للعاهل المرحوم محمد الخامس في جمع رؤساء إفريقيا، كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس، المستقلة، جمع رؤساء إفريقيا المستقلة حول مشروع قاري مستقبلي وترسيخه بذلك أسس الوحدة الإفريقية. واستمر المغرب ومنذ استقلاله في تمتين علاقاته مع باقي دول القارة، وخاصة منها دول غرب إفريقيا، حيث ساهم التاريخ المشترك واستعمال هذه الدول للغة الفرنسية في سلاسة تلك العلاقات، في حين بقيت آنذاك دول إفريقيا الأنغلوفونية غائبة نسبياً في النشاط الدبلوماسي والاقتصادي المغربي. ومع ولوج القرن ال21 واستحداث الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة محمد السادس لانفتاح ديناميكي ومتطور على ربوع القارة سياسياً واقتصادياً في إطار رابح للمساهمة في تنمية ورقي كل شعوبها، وتفعيلاً لهذه الاستراتيجية قام الملك بما يناهز 40 زيارة لدول إفريقية خلال الفترة ما بين
2001 و2016. وبعودتها إلى الاتحاد الإفريقي شرعت المملكة في تمتين علاقاتها الثنائية وكذا متعددة الأطراف في القارة، فاستثمرت فيها من خلال المشاريع الكبرى وتحدث عليها السيد رئيس الجهة كأنبوب غاز نيجيريا الأطلسي، وصناعة الأسمدة بإثيوبيا ونيجيريا وغانا، والاستثمار في المصارف ووسائل الاتصال وبناء المساكن والمبالغ المالية المخصصة لذلك، وتهيئة الطرق والبنى التحتية والمناجم في العديد من دول القارة. هذا وقد ارتفعت قيمة المبالغ المخصصة لهذه الاستثمارات إلى 5.4 مليار درهم سنة 2019، أي ما يمثل 47% من الاستثمارات المغربية في الخارج، وبوتيرة زيادة سنوية تقدر ب 8.7% سنويا. لذلك أصبح المغرب اليوم المستثمر الإفريقي الثاني على صعيد إفريقيا، والأول على صعيد إفريقيا الغربية، لكنه يبقى بعيدا، لا زال يبقى بعيدا وراء المجهود الصيني مثلا في هذا المجال، كما ظهرت في الساحة استثمارات أخرى من دول العالم الثالث كالهند وتركيا وكذلك من روسيا. ويتطلب هذا النشاط الإفريقي الهام للمملكة وعزمها على المساهمة الفعالة في تنمية القارة لجعلها شريك ندي لقارات أخرى كأوروبا وآسيا، يتطلب وقفة تأملية لتحجيم وتثمين بعض جوانبه لتبرير وتأكيد الأدوار المنتظرة من أي مؤسسة جامعية دراسية أو بحثية قد يوكل لها تتبع هذا النشاط والتهيئة لتوسعه. بعيداً عن الاقتصاد والمال وعلى مستوى التعاون الجامعي، ضاعف المغرب 3 مرات في خلال 5 سنوات عدد الطلبة الأجانب في جامعاته، إذ تحتضن المملكة اليوم 7500 طالباً أجنبياً، 68% منهم أفارقة من 40 دولة، ويستفيد 85% من هؤلاء الطلبة من منحة توفرها الوكالة المغربية للتعاون الدولي. أما في مجال الهجرة، وقد تحولت المملكة التي كانت بلداً مصدراً قبل أن تكون بلد عبور، تحولت منذ بضع سنوات إلى وجهة يفضلها العديد من المهاجرين غير القانونيين من جنوب الصحراء. وانطلاقاً من واجب التضامن، قام المغرب بوضع سياسة جديدة للهجرة، وذلك في إطار الاحترام التام لالتزاماته الدولية. فتبنى سياسة وطنية رائدة في المنطقة، إنسانية في مقاربتها ومسؤولة في خطواتها، تراعي حقوق المهاجرين واللاجئين الأساسيين تمام المراعاة من حيث مقاصده. وقد استفادت هذه المبادرة من دعم دولي واسع، خاصة على المستويين الإفريقي والأوروبي. كما تحتضن المملكة المرصد الإفريقي للهجرة، وذلك اعترافاً من الاتحاد الإفريقي بدورها الريادي في هذا المجال. ويبحث هذا المرصد مخاطر الهجرة غير الشرعية وفرص الهجرة القانونية والتنمية المشتركة التي لا بد من تحقيقها، والتي تعكس وبالتالي فإن الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية وحقوقية وفق ما سطرته الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان. ونظراً لهذا الاحترام للضمانات الحقوقية، نجد لدى المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين في المغرب رغبة أكيدة في الاندماج، وهي في حد ذاتها عامل إيجابي بالنسبة للمغرب، لكنه يقتضي ملائمة اجتماعية ويستدعي اتخاذ تدابير إدماج عملية في مجال التشغيل والصحة والتمدرس والسكن وغيرها، وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص العمل في المملكة.
وذلك من أجل تحويلهم إلى قوة إنتاجية واقتصادية تساهم في نمو البلاد وفي اقتصادها. وهنا يبرز مرة أخرى الدور البحثي والتحسيسي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة متخصصة في دراسة جميع جوانب العلاقات المغربية الإفريقية. إشارة أخرى إلى العلاقات الإنسانية القوية بين المغرب وباقي دول القارة تتجلى في الدور الذي لعبته الخطوط الملكية المغربية خلال وباء إيبولا في غرب إفريقيا، حيث كانت شركة الطيران الوحيدة التي أبقت على مختلف رحلاتها الجوية مع 3 دول تضررت من هذا الوباء، ألا هي وغينيا وليبيريا وسيراليون. مجموع هذه العلاقات بين المغرب وإفريقيا جعل البعض يعتبر أن المغرب يمكن أن يصبح منصة نموذجية للشراكة بين أوروبا وإفريقيا بأكملها، نظراً للخبرة التي يتمتع بها في مجالات محورية قد تكون نواة للتعاون المستقبلي بين القارتين. العديد من دول المنطقة تنظر إلى المغرب كالمعيار المرجعي في التهيئ لأي مساواة بين القارتين، فهو رائد إفريقي في عدة مجالات، وهو على استعداد دائما لتقاسم هذه الخبرات مع جيرانه. ومن بينها المجالات التي عرف فيها المغرب قفزة نوعية كمجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، في وقت يعيش نحو 600 مليون مواطن إفريقي بدون كهرباء. هذا بالإضافة إلى مجال صناعة الأدوية الذي تعزز بإطلاق وحدة صناعية بقيمة 500 مليون يورو في ظل الحاجة نحو الاستقلال الطبي في إفريقيا وحاجة الأفارقة للتلقيح ضد عدة الأمراض أبرزها حالياً كوفيد-19، ومجالات أخرى مثل صناعة السيارات والطائرات وتنمية الشباب والاستثمارات البنكية. وأكد على هذه المعطيات، وربما أطلت على الحضور الكريم، لنحدد السياق العام الذي ليس فقط ينادي بإنشاء وحدة دراسية لإفريقيا بالمغرب، بل يحتم ذلك. القرار الذي اتخذ مؤخرا بجمع المعاهد باختلاف تخصصاتها تحت سقف واحد لم يستهدف في نظري بالضرورة معهد الدراسات الإفريقية وحده ولا العلاقة مع إفريقيا، بقدر ما يستهدف مجموعة من المعاهد اعتبرت من طرف البعض مكلفة وتأوي عدد قليل من الباحثين وتنتج وتنتج سنويا عددا محدودا من الأبحاث عددا محدودا من الأبحاث. هذا طبعا مع الاعتراف بالقيمة العلمية العالية لهذا المنتوج. يقال أن القرارات القطعية تخلق أحيانا فرص لتصحيح وتحسين أداء المؤسسات. فأمامنا اليوم ربما مناسبة سانحة بإنشاء معهد أكاديمي جامعي على أسس متينة وبمنظور أكثر وضوحا، له أنشطة تهم جميع جوانب العلاقات المتنوعة بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، يخدم أهداف الدولة ويعزز علاقتها القارية. لذا فعلى الجامعة المغربية أن تصاحب هذه الشراكة الغنية ومتعددة الأوجه لتوفر الدراسات والأبحاث التي تقيم ماضي هذه العلاقات وتتبع تطورها وتعبد الطريق لمستقبل في مستوى طموحات المملكة وشركائها في القارة. هذا المجهود يجب أن يكون جامعياً في إطار استراتيجية وطنية. لماذا جامعياً؟ لأننا نريد نشاطاً بحثياً ذا مصداقية بمعايير دولية يضاهي جودة إنتاج مؤسسات الدراسة الإفريقية الأخرى عبر العالم. لماذا وطنياً؟ لأنه يدخل في إطار استراتيجية
استراتيجية الدولة ويخدمها، لذا وجب دعمه وتوفير المناصب والميزانية الضرورية. المؤسسة الوطنية ستدخل مجالا للدراسات الإفريقية يوجد به حاليا حوالي 30 مركزا ومعهدا متخصصا عبر العالم، كل ينشط في إطار توجهاته الخاصة، توجهات تنبع من أولويات كثيرا ما تكون بعيدة عن اهتمامات ومصالح المغرب. وضمن هذه المراكز في مصر مثلا كلية للدراسات الإفريقية ومعهد للدراسات الإفريقية. السودان كما قال السيد الرئيس، السودان في جامعة أم درمان، نيجيريا في جامعة إبادان، إثيوبيا في جامعة أديس أبابا، غانا وهذا معهد أنشأه كوامي نكروما، معهد الدراسات الإفريقية بجامعة غانا. أما في جنوب أفريقيا فهناك معهد بجامعة كيب تاون. وليس فقط، ففي القارات الأخرى نجد في أوروبا في فيينا وفي بيروت وهامبولت، بيروت في ألمانيا وجامعة هامبولت، وجامعة ليدن في هولندا، وبورتو في البرتغال، وكامبريدج وليدز وبرمنغهام في إنجلترا، ودلرنا في السويد. وفي فرنسا هناك معهد تابع ل5 مؤسسات، السينارستي، ليردي، ولكن كذلك عدة كليات متخصصة في الدراسات السياسية. أما في آسيا فالمراكز موجودة في شنغهاي وفي بكين. وشمال القارة الإفريقية معاهد للدراسات الإفريقية بجامعة كارلتون في أوتاوا، ثم 7 معاهد بالولايات المتحدة في جامعات مختلفة. هل نريد أن نبني سياستنا على أساس عمل هذه المؤسسات؟ لا بالطبع، نريد مؤسساتنا. فالمعهد المغربي الجديد سيأتي مكملا لأنشطة هذه المؤسسات عبر العالم، يقوم بأبحاث أكاديمية ذات قيمة مضافة، ويوفر للمملكة المعطيات والدراسات التي تحتاجها لضمان فعالية أكبر لسياسة